بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غنشوفوا ان شاء الله اسهل طريقة وانجح طريقة لاعداد الريب بنفس طريقة اعداده في المحلبات. نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو الحليب. انا خديت لتر ديال الحليب وقسمته على جوج، نصف لتر في الوعاء الاول ونصف اللتر الاخر في الوعاء الثاني. ثم غادي نحتاج سكر الساندة، ثم ايضا غادي نحتاج مروب كيتباع في الفارماسيان، تقريبا كيدير 15 درهم. وفي الاخير غنحتاج واحد دانون صغير. ثم غادي نحتاج كيسان كبار. غادي نبداو في التحضير ديال الريب. غادي ناخدو النص الاول وغادي نطيبوه، ثم بالنسبه للنص الثاني غادي نخليوه. هو علاش غنخدمو على ما يطيب النصف الاول، لان اول شيء غادي نديرو هو غادي ناخدو الكينه وغادي نقسموها على جوج. يعني ما غاديش نستعملو الكينه كلها، غنستعملو النصف. على ما يطيب النص الاول ديال الحليب غادي نخدم على النصف الثاني. اذا هذه العمليه اللي درت اللي كاينه ضروريه باش تخلط لنا مع الحليب. غادي ناخدو السنيده على حسب الذوق، ممكن نديرو مسوس. ثم غادي ناخد دانون وغنخلطو مع الحليب. ثم اقوم بخلط المكونات. كما كتلاحظوا انا هنا خدمت بليتر ديال الحليب، ممكن نخدمو بكميه اكثر او اقل. بالنسبه للكينه، كينه وحده ديال الريب كتكفي 5 لترات من الحليب، ثم واحد دانون كبير وواحد دانون صغير. هذه الكميه اللي كنقول لكم دابا كافيه ل5 لترات ديال الحليب. بنفس الطريقه دائما كنطيب نصف الكميه ديال الحليب اللي بغيت، وكنخلي النصف الثاني وكنخدم عليه. اذا بالنسبه للنصف اللي خليته كيطبخ، حاولوا ما تخليوش يغلي بزاف باش ما يخسرش لكم الشكل ديال الريب. من بعد ما طاب النصف الاول غادي ناخدو ونخويه في النصف الثاني. وهنا غادي نخلط ثم غادي نخويه في الكيسان او قرعه على حساب. بالنسبه للتر ديال الحليب كنحتاج جوج د الكيسان، انا خديت 5 فقط. بالنسبه للناس اللي كيخدموا في التجاره ممكن يديروا 6 د الكيسان كبار.
بالنسبه لهذه المرحله فاش كنخوي الحليب في الكيسان، من الاحسن نستعمل الصفايه. انا عمرت الكيسان بزاف. بالنسبه للناس ديال التجاره ممكن ينقصوا واحد شويه باش يعطيهم 6 ديال الكيسان. من بعد ما عمرت الكيسان غادي نغطيهم، ثم ندير عليهم شي فوطه ونخليهم في شي مكان دافئ. تقريبا من بعد ما دازت 6 سوايع حتى ل7 سوايع على حساب الحراره ديال المكان، غادي نشوفوا النتيجه. كما كتلاحظوا الرايب ديالنا طلع مزيان. كتلاحظوا انا الرايب شاد راسو مزيان ما كيتخواش. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. في انتظار الفيديو المقبل ان شاء الله. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب ليصلكم كل جديد.